أفادت مصادر خاصة لصحيفة صوت المغرب بأن هوية أحد الأشخاص الذين يقفون وراء عملية القرصنة التي طالت الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS تعود لمقرصن من أب جزائري وأم تونسية. وسبق أن كشف مصدر خاص رفض الكشف عن هويته قبل ذلك أن الأمر يتعلق بإرديتي شاب في العشرينات من عمره ذو جنسية جزائرية أو تونسية مقيم بدولة ألمانيا وتحديداً مدينة بوخوم، حيث تخرج من جامعة رور يونيفرسيتي بوخن في تخصص الأمن المعلوماتي. رحلة اكتشاف هوية الشاب العشريني. بدأت باقتفاء أثره انطلاقاً من خطأ قام به على قناة التلجرام التي تعود لمجموعة جبروت ديزي هناك، حيث ننشر لأول مرة بتاريخ 23 أبريل 2025 ملف ضخم يضم وثائق مسربة من قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS تحمل معطيات تخص ما يناهز 500 ألف شركة ومليوني أجير منخرط في الصندوق. وبدل نشر الملفات المسربة مباشرة على قناة المجموعة، يقول مصدرنا، قام الشاب العشريني الذي سيتبين فيما بعد أن اسمه الحقيقي الراوم بتحويل الملفات من حساب آخر يعود له إلى قناة المجموعة جبروت ديزي عبر خاصية فورورد، وهو ما جعل اسم الحساب الأصلي الذي تم تحويل الملفات منه ظاهراً أعلى الرسائل التي تمت مشاركتها على القناة. ورغم تنبه المخترقين لهذا الخطأ ومسارعتهم لتداركه بمسح هذه الرسائل التي تضم الملفات وتعويضها بأخرى شبيهة لكن غير محولة هذه المرة، وذلك في محاولة لمسح أي أثر لهوية أحد الأعضاء، إلا أن الوقت كان قد فات، حيث انكشف اسم الحساب الأصلي الذي تم تحويل الملفات منه. ويتعلق الأمر بحساب تحت اسم مستعار ثراء 16 ميميع. معلومة واحدة كهذه كانت كافية لاقتفاء أثر صاحب الحساب الأصلي 16 فعملية بحث بسيطة على محرك البحث غوغل قادت مصدر صوت المغرب إلى حساب على منصة جيت هاب، إحدى أشهر المنصات في مجتمع المبرمجين والتي تمكنهم من مشاركة مشاريعهم البرمجية. وهكذا بعد فحص المشاريع البرمجية اللي موجودة على حساب 3N16M4 على منصة جيت هاب تمكن المصدر من الوصول إلى البريد الإلكتروني لإيتاو إربو والذي يحمل اسمه كاملا، بالإضافة إلى إيميل آخر يظهر وكأنه مرتبط بإحدى الجامعات الألمانية، وذلك رغم مسارعة صاحب الحساب بإخفاء بريده الإلكتروني، إلا أن خطوته هذه كانت متأخرة مرة أخرى. الكشف عن اسمه الكامل جعل عملية البحث أسهل بكثير، حيث تتبعت صوت المغرب أثر المقرصن المفترض على الشبكات الاجتماعية لتصل إلى حسابه على موقع لينكدين، والذي يضم صورته الحقيقية وخلفيته التعليمية بالإضافة إلى الشركة التي يعمل بها.